اليوم اختي جبت لك السر باش تخلي دارك ريحتها بحال الريحه ديال الفنادق الفخمه، واللي دخل عندك غيسولك اختي شنو هاد الريحه عندك في دارك. وإلا كنتي مهتمه كملي الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساش تخلي لي الراي ديالك في لي كومونتير وتشجعونا بواحد لي لايك. ومرحبا بكم جميعا نكتشفوا الوصفات ديال اليوم. واي سيده كتحمق على الشموع كنقول لك اختي هاد الفيديو راه ديالك. يلا على بركه الله نبداو الوصفه الاولى. غتاخدي اي كاس متوفر عندك ديال الزاج وغادي تضيفي عليه اي نوع ديال الرز كاين عندك، وبطبيعه الحال انت ممكن تبدعي الا كان عندك شي كاس زوين ولا شي فاز راه ممكن تخدمي فيه، غير هو ما كنعمروش الكاس تلفو. من موراها كتجيبي اي زيت عطري متوفر عندك. انا هنا كندير الفلور دورانجي حيت هو كاين عندي، وداج انا كاع الزيوت كاين عندي حيت انا واحد الانسانه محبه للعطور والمعطرات. هنا صافي كنبقاو كنخربقوا كيف ما كتشوفوا، كنحاولوا نميلونجيو مزيان باش ديك الزيت تدخل مزيان وتغلغل لينا مع الرز. من موراها غادي نجيبوا واحد الشميعه اللي كتشوفوها بحال هادي راه موجودين في لي غروند سورفاس كيتباعوا، ولا ممكن ديري الشمعه الطويله العاديه، انت اي حاجه متوفره عندك ممكن ديرها. هنا كنخوي البلاصه فين غادي نقاد ديك الشمعه حيت ديك الشمعه خاصها تجي مغروسه لداخل، وهانتوما البنات غتعرفوا السر ديالها وعلاش انا غرستها لداخل. خاصها تجي على هذا الشكل البنات كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو بحال هكا تماما تجي مغروسه. من موراها يا البنات غادي تاخذي اي حاجه للتزيين، الا عندك الكليتر، الا كان عندك عود نوار، الا اي حاجه عندك ممكن تزيني بها. انا هنايا عندي ديك النجيمه اللي هي الباديانا، صافي شديتها قشرتها وزينت بها كيف ما كتشوفوا. من موراها غادي تاخذوا هذا الخيش هذا راه كيتباع فين ما مشيتو راه كاين، كتزوقوا به على شكل وريضه. ومني كنشعلوا ديك الشمعه ما يمكنش على الريحه ديال الفلور دورانجي البنات كترخي، ما يمكنش مع ديك السخونيه كتبقى ترخي لنا واحد الريحه فنه. وهانتوما مستافدين من الريحه ومن الديكور هائله يا البنات، كنصحكم تجربوها. وهاد الشميعات صاوبتهم بزيت اللوز فريمون يا البنات رائعين جدا. تكون يا اختي كتقراي كتوجدي شي بحث، كتصاوبي واحد الماساج راسك بالليل، كتقراي شي كتاب، ما عليك الا تشمعيها فريمون ريلاكسونت وكتخلي لك واحد الرويحه خطيره جدا. وإلا كنتو مهتمين بهذا النوع ديال لي فيديو راه تخليوها لي في لي كومونتير، وانا بيان سور غادي نشارك معكم بزاف ديال الافكار كيفاش تصاوبوا شموع اقتصاديه من دارك وتقام عليك بواحد التكلفه اللي مزيانه. وبالنسبه للبنات الا ما كانش متوفر عندكم السيليكون راه ممكن تخدموهم في كيسان ديال الزاج، في كيسان ديال الفخار، عطا الله ما ديروا. وانا نشارك معكم ان شاء الله هاد الافكار. غناخذ واحد الشميعه اللي غادي تكون عندكم ديجا ولا غتصاوبوها. الطريقه باش تصاوبوها راه سهله جدا، غتجيبوا غير الشمع العادي وغادي تذوبيه وديري في وسطو الفتيله وديريها في شي قالب اللي هو شي كاس ولا شي مول ديال السيليكون عندك، ومني كتبرد كتحيديها منه وكتجي كديكوريها بعويضات ديال القرفه كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. وإلا كنتي بغيتيها في شي كولور محدد راه ديك الساعه نتيا كتزيدي ليها الكولور. وباش يثبتوا معنا عويضات ديال القرفه كيف ما كتشوفوا غتجيبوا غير داك لاستيك النيت اللي كيكون ديال الشمع وكتدوروه على داك الشميعه وكتبقاو تحشيو من موراها هكا عويضات ديال القرفه وحتى كياخذوا داك الشكل الدائري كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. وباش ندرقوا هذاك لاستيك كناخذوا سوا السينتا ولا كتاخذوا هذا الخيش هذا اللي بغيتو، راه متوفر في المحلات، راهم كاينين كيتباعوا. حنا في الهديم راهم كاينين في اجلال، راهم موجودين كيتباعوا. حنا في الهديم حنا في مكناس زعما صافي البنات هكا كدوروا جوج دورات. ممكن ديروا شحال ما بغيتو تجيبوه عريض، بغيتو تجيبوه قصير كيف ما كتشوفوا معايا انايا. صافي من بعد كنشدو مزيان وتنقتلوا العقده، وعاد من موراها حتى نديروا البابيون. انا راه ماشي شي وحده كنصرع البابيون، راه كنعرف ندير غير شي شويه. المهم ملي كتصرع البابيون راه غادي تجيك هائله. راه دخلوا عاوتاني كاينين البنات اللي كيديروا محتوى ديال لي بابيون، داكشي راه كاين داكشي الهبال، نتوما على قدر الاستطاعه ديالكم. انا هنا درت غير بابيون صغيره كيف ما كتشوفوا، وهكا كنكونوا حصلنا على واحد الشميعه طبيعيه 100% وفيها ريحه ديال القرفه خطيره جدا. وهادو هما 3 ديال الشميعات اللي غادي يخليو دارك ريحتها بحال ريحه الفنادق، واهم في ذلك طبيعيين 100%. وحده بالفلور دورانجي والثانيه بالقرفه والثالثه بزيت اللوز. فعلا البنات كيستحقوا المشاركه، وكنتمنى نكون فتكم في هذا لا فيديو، وكنقول لكم السلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.